يا شباب النهارده عايزين نتكلم على الدرس تنظيف البيانات وبرضه نعمل لها فيجواليزيشن. اي اننا بدأنا في ان احنا نعمل مشروع كامل من الالف للياء. يبقى معانا الداتا فيها المشاكل، نخلص ونتصرف من المشاكل فيها فراغات فيها اخطاء تتنظف يعني، ونخلص منها وبعد كده نعمل الفيجواليزيشن ده كله من الالف للياء. عايزين النهارده نتعلمه على البايثون. دلوقتي عشان نبدا احنا لازم الداتا دي عرفنا ان فيها فراغات. طب عرفنا ازاي ان فيها فراغات؟ يعني مثلا زي الديسكريبشن هنا ان ايه 1.6% من الداتا عباره عن فراغات. طيب عشان برضو نبقى معانا نظره كامله على الفراغات، بس يعني عشان نبقى معانا نظره كامله على الفراغات فاحنا بنعمل امر از نال دي اف دوت از نال. بالشكل ده كده هو هيجيب لك النال وكل حاجه. اللي فيها نال هيكتب لك قصادها ترو، واللي ما فيهاش هيكتب لك قصادها فولس. احنا عشان نشوف برضو بنظره احسن عايزين نعمل امر الصم. طبعا احنا قلنا حاجه زي دي قبل كده. ليه بقى الصم؟ يعني يا باشا هنا بص الديسكربشن عمود التايتل انت عرفت ان ما فيهوش فراغات فما هتروحش عليه. عمود الديسكربشن بص عليه عشان هنا في فراغات. الاماونت ما فيهاش، البرايس فيه، وهكذا. الدوت سم ورانا اجمالي الفراغات اللي موجوده في الداتا. فانت عشان تشوفها مثلا عرفت ان الديسكربشن فيها فراغات. طب وانت عارف ان الديسكربشن هنا عباره عن ايه؟ نصوص. فعايزين نستبدل الفراغات ديت بشيء مثلا من النصوص. يعني مثلا الديسكربشن unknown نعمل امر fill in ايه. طيب هنعمل دي اف. تمام كده عمود الديسكربشن ما عادش فيه اي اخطاء، شل الان ايه وبقى متعرف على انها unknown غير معروف. يعني الديسكربشن الوصف غير معروف. نرجع تاني للعمود ده اللي عرفني الاماونت ما فيهاش، البرايس فيها. هتروح على الداتا بقى. يعني ده شغل. يعني انت مثلا لو عندك داتا زي كده اشتغل كده، اعمل كده. هات الفراغات، اعرف الاعمده اللي فيها فراغات، وبعد كده يا باشا اتصرف بقى في الفراغات ديت على حسب هل ده العمود ده نص انت هتستبدله باس تي ار، او ارقام هتستبدله بالمين والافريج والحاجات دي. البرايس، البرايس يا شباب كده فيها فراغات فانت عارف ان احنا هنستبدلها بايه. طبعا فيلن ايه وهتستبدلها بالمين، نفس الكلام اللي اشتغلنا بيه فوق بس دي. كده يا شباب استبدل البرايس اي قيمه فارغه، اي قيمه فارغه في البرايس بمتوسط الاعمده عامه. نرجع تاني للازنال دوت سم، نشوف برضو ايه تاني عندنا في الفراغات. الكاربت اريا، الكاربت اريا المساحه. يعني دي مساحه شقه، احنا بنتكلم عن شقه دلوقتي او عقارات او حاجه زي كده. فالكاربت اريا تعال نشوف ايه فيها فراغات وفيها مشكله تانية وهي الاس كيو اف تي. السكوير اللي هو مديك الاس كيو اف تي ده عباره عن سترينج ورقم. لو جيت تعمل المين على طول هيعمل لك ايرور. فعشان نخلص فعشان لازم عشان نعمل المين ونصلح الاخطاء الفراغات دي لازم نشيل اس كيو اف تي. فعشان نشيل اس كيو اف تي هنعمل امر الاس تي ار دوت ريبليس وش. نعملها ازاي؟ طيب ركز معايا. تعمل عمود جديد اسمه دي اف اريا. حلو. اريا اس كيو اف تي. كده احنا عملنا العمود الجديد وهن هناخد العمود القديم اصلا اللي هو اللي اسمه كاربت اريا بقى نعدل فيه. الكاربت اريا اهو. حلو دوت اس تي ار دوت ريبليس عشان نستبدل. هنستبدل الاس كيو اف تي اي اس كيو اف تي. تمام بولا شيء. نعملها كده. طيب كده هو عرفني ان الاريا دوت اس كيو اف تي بقت بالشكل ده كده. عشان نظهرها نعمل كنترول في. تمام كده يا شباب هو فصل الرقم على الاس كيو اف تي. هتيجي تسرع وتعمل الفيل ان ايه هيعمل لك ايرور. طب ليه هيعمل لك ايرور؟ لاحظ معايا ان العمود ده في الاصل كان متعرف ان هو سترينج. فانت مضطر ان انت ترجع تعرفه تاني ان دول بقوا ارقام. حلو. فانت في نفس المكان هتعمل بي دي دوت تو نوميريك وهتختار العمود اللي هو بقى اسمه العمود الجديد بقى. هتختار العمود اللي هو الاريا اس كيو اف تي اللي انت عملته جديد وهتعمل ايرورز ايكوال كوريكت. هو عملها بالاملاء التلقائي كده. تيجي بقى تظهر العمود هيظهر لك بالشكل ده كده.
وهو اتعرف على انه خلاص بقى ارقام. حلو. كده بقى انت تعرف تعمل امر الفيلن ايه. طيب هتعمل في امر الفيلن ايه؟ الشكل ده كده يا شباب هو اي قيم ناقصه استبدلها بالمين للعمود كله. نرجع تاني برضو نشوف ايه اللي ناقصنا. اللوكيشن ما فيهاش، الكاربت اريا فيها وعملناها. بعد كده الستيتس والفلور والترانزكشن. طبعا بص، انت لو رحت تبص كده على الحاجات دي، يعني الترانزكشن مثلا، الترانزكشن هنا ايه؟ يعني ريسيل اعاده بيع. طب انت لو فيها فراغات يا باشا استبدل اي فراغات، امر فيلن اي اس تي ار واستبدلها بانون. تمام. في حاجه مهمه بس انا عايز كنا نلاحظ فيها، وهي ان العمود بتاع الدايمنشن وعمود البلوت اريا عباره عن اخطائه بس، عباره عن قيم ناقصه وبس. تمام. فمضطرين ان احنا نحذف العمودين دول. طب نحذف العمودين دول ازاي؟ بامر دي اف دوت دروب. ركز معايا وانا بكتب الامر دي اف دوت دروب. بعد كده يا شباب هتقول له العمود على طول اللي انت عايزه، وليكن عمود الدايمنشن. حلو. وبعدين فاصله تقول له الاكسس ايكوال 1 وام بلس ايكوال 2. لاحظ معايا في ام بلس ايكوال 2 دي هنا عشان هو يستبدل لك آه على طول، يحذف لك العمود ده من الداتا فريم نهائيا. يعني عشان ممكن تستغنى عن ام بلس ايكوال 2، بس عشان تعمل كده انت مضطر بره تكتب دي اف عشان الداتا تتعرف تاني من اول وجديد ان العمود ده اتشال منها اصلا. فليه انت مثلا خليك في ام بلس ايكوال 2. حلو. عشان نحذف عمود البلوت اريا هنكتب الامر ده كده بلوت اريا بنفس الكيفيه برضه. تمام. لما هتيجي بقى تقول له وريني الداتا فريم الاساسيه عندي عامله ازاي، هيظهرها لك هنا. تيجي تبص بقى يا باشا مش هتلاقي لا في عمود الدايمنشن ولا حتى عمود البلوت اريا زي ما كانت موجوده في الاول. وهنا تلاقي ظهر لك ايه؟ عمود الاريا اس كيو اف تي اللي احنا اصلا اشتغلنا عليه. طبعا اشوفكم في حلقه جايه هنستكمل برضو على نفس الداتا دي ان احنا نعمل عليها الفيجواليزيشن كامله باستخدام مكتبه ماتبلوتلib وسي بورد. اشوفكم في حلقه جايه وما تنساش الاشتراك.